قادة الإرهابيين ويعبر عن التزامنا بهزيمة داعش الدائمة ومنظمات إرهابية أخرى. يدنا طويلة. كما تعرفون، في الشهر الماضي أعلنا عن مقتل حمزة بن لادن، وهو الابن العنيف لأسامة بن لادن، والذي كان يقول أشياء سيئة عن الناس وعن بلادنا وعن العالم، وكان هو الوريث الواضح لزعيم القاعدة. إرهابي قمع وقتل أناسا أبرياء. هؤلاء الإرهابيين لا يجب أن يناموا بكل دعة، يجب أن يعرفوا بأننا سوف ندمرهم. هؤلاء الوحوش لن يهربوا من مصيرهم، ولن يهربوا من حكم الإله أو حكم الرب النهائي. البغدادي كان هاربا لسنوات طويلة قبل أن أتسلم منصبي، ولكن وبناء على توجيهاتي كقائد أعلى للقوات المسلحة الأمريكية قمنا بتدمير خلافته 100% في مارس من هذا العام. أحداث اليوم هي تذكار آخر بأننا سنستمر في ملاحقة إرهابيي داعش المتبقين إلى نهايتهم العنيفة، وهذا ينطبق على منظمات إرهابية أخرى. إنهم أيضا في مرمى نيراننا. البغدادي والخاسرون الآخرون الذين يعملون أو عملوا معه خاسرون، نعم، لم تكن لديهم أي فكرة ما هو مصيرهم، وفي بعض الحالات كانوا عبارة عن كلاب صغيرة مذعورة، وفي حالات كانوا قتلة، ولكنهم قتلوا الكثير من الناس. قتلوا الأمريكي البريء جيمس فولي وستيفن ساتلوف وبيتر كاسيك وكيل ميولر. كانت هذه أعمال شنيعة، والعمليات القتل العلنية للطيار الأردني شاب رائع